اغلبنا كأمهات بيكون اليوم في رمضان بيكون مليان بالمهام، وبيكون في لخبطة شديدة جدا. ما بتكونيش عارفة تنامي امتى، لخبطة في النوم، خصوصا لو بتشتغلي، لو عندك اطفال، فالموضوع بيكون صعب عليكي جدا. انا مقدرة ده وعارفة ده. فانا النهاردة جاية عشان اديكي شوية نصايح ازاي تنظمي يومك في رمضان، وازاي يومك يمشي كويس وما تحسيش بإرهاق أو تعب، وإزاي تلاقي وقت لكل حاجة في شهر رمضان علشان ما يأثرش عليكي بطريقة سلبية، وعلشان نستفيد من شهر رمضان استفادة كويسة جدا. هسيبها ورقة وقلم وحاجة ده في الشبيه، ويلا بينا نبدأ على طول. طيب، احنا الوقت عندنا متقسم في رمضان إلى فترتين: فترة قبل الفطار وفترة بعد الفطار. في مهام معينة بنعملها ولازم نعملها قبل الفطار، وفي مهام تانية ان شاء الله هنعملها بعد الفطار. فالفيديو النهاردة مناسب لكل المامس، سواء بتشتغلي من البيت او بتشتغلي برا البيت، سواء انت ما بتشتغليش اصلا ربة منزل، سواء انت عروسة وما عندكيش لسه بيبي، يعني انت لسه متزوجة ومسؤولة عن بيت وكده وعن زوجك، ولكن انت ما عندكيش لسه اطفال، او انت حتى لسه ما اتجوزتيش خالص. فكل واحد ياخد النصيحة اللي تناسبه اكتر. ولكن انا هيبقى كلامي اكتر للام اللي بتشتغل او اللي ما بتشتغلش. طيب، يومك مش هيبدأ من الصبح، يومك هيبدأ من بالليل، وده في كل فيديوهاتي بأكد عليه ان الروتين المسائي يا جماعة، الروتين المسائي الليلي اللي بنعمله بالليل قبل ما بننام هو ده اهم حاجة في الوجود. هو ده اللي بيخليلك تاني يوم لو انت عندك مشوار نازلة، عندك درس، عندك تمرين لابنك، عندك مذاكرة لولادك، عندك مهام خاصة بيكي، عندك شغل، فالروتين المسائي اللي بتعمليه للبيت بالليل هو ده اللي بيسهل عليكي تاني يوم مهام تانية انت بتعمليها بالنهار. فاهماني؟ فده مهم جدا ان انت من بعد الفطار تعملي الروتين المسائي بتاعك. طيب، طبعا احنا كنا عاملين تنظيفات عميقة جدا قبل رمضان، وكنت عامله لكم فيديوهات هبقى اسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. كل الفيديوهات اللي ممكن تحتاجوها علشان تستفيدوا منها هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. كنا عاملين استعدادات قوية جدا وتنظيفات عميقة، وقلنا علشان في رمضان ما يبقاش عليا عبء كتير في تنظيف البيت، انا يا دوبك هعمل روتين صباحي وروتين مسائي بالليل ترتيب سريع، وهلتزم بالروتين الاسبوعي فقط. وكنا عاملين تفريزات قوية. طبعا لو انت ملحقتيش تعملي تفريزات او الكلام ده، فهتخصصي يوم في الاسبوع تعملي فيه وجبات الاسبوع، ده مهم جدا خصوصا لو بتشتغلي، وهتخصصي يوم تعملي فيه تنظيف اسبوعي اللي انا كنت اتكلمت فيه في فيديوهات بتاعه التنظيف، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها. طيب، ازاي بقى بنظم العباده بتاعتي؟ العباده بتاعتي افضل حاجه عشان تنظمي وقت العباده انك تقسميها على مدار اليوم. ما تخصصيش وقت مخصص للعباده. على الخمس صلوات تقسمي العباده بتاعتك، يعني بعد كل صلاه والصلاه بتاعتك تبقى على وقتها تبتدي تقري الجزء بتاع القرآن بتاعك. لو انت مخصصه جزء في اليوم يبقى هتبتدي تقري 4 صفحات مثلا بعد كل صلاة، وهتقولي الأذكار بتاعتك أو الاستغفار أو أيا يكن الذكر والدعاء بتاعك. ده مهم جدا عشان تكوني على تواصل روحي مع ربنا على مدار اليوم. مهام البيت هنعمل فيها ايه؟ كل يوم بعد صلاة الظهر وبعد ما تخلصي الورد القرآن بتاعك والعبادة بتاعتك، هتبتدي تقومي تعملي ترتيب سريع للغرف، كل غرفة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. هتكنسي، هتصبني الحمام، هتحطي دورة غسيل في الغسالة تتغسل عبال ما تروقي البيت. هتبتدي تجهزي الاكل، لو الاكل انت منزلاه طبعا من بالليل يفك، لو في حاجة انت مجمداها فهتبتدي تكون فكت، هتبتدي تحطيها على النار. هتجهزي الاكل على اخر حاجة في السوى، يعني خلي مثلا انت مش هتدخلي المطبخ تاني غير قبل مثلا المغرب بنص ساعة. هتحمري بطاطس، هتحطي مثلا الاكل يسخن تاني في النار، يعني كده اللي هي التجهيزات الاخيره. لكن انت هتكوني مسويه اكلك ومخلصاه تماما من بعد صلاه الظهر، تبتدي تدخلي تظبطيه كله. طيب، بالنسبه لمذاكره اولادك لو هم بيصوموا فهتخليهم طبعا بعد الفطار، هيكونوا هم اوريدي كبار طالما بيصوموا، فهيذاكروا لوحدهم بعد الفطار وهتبشريهم انت وتتابعيهم. لو هم صغيرين لسه مش بيصوموا فالافضل انك انت تقعدي معاهم بعد صلاه العصر وتخلصي لهم مذاكرتهم لو عندهم هوم ورك، لو عندهم اي حاجه، علشان لو هم بيروحوا مدرسه وبيصحوا من بدري فبعد الفطار هتلاقيهم خلاص تركيز راح، عايزين يناموا فصلوا، فالافضل انك انت تذاكري لهم قبل الفطار. طيب، قبل المغرب بساعة هتاخدي الشاور بتاعك وهتتمرني. طبعا لو بتتمرني فهتتمرني الاول وبعدين تاخدي الشاور بتاعك، وتبتدي تعملي زي ما قلت لك التحضيرات بتاعه الاكل اللي هي الاخيره، اللي انت بتسخني بس الاكل تاني، بتحطي مثلا صينيه الفراخ في الفرن تاخد وش
مثلا تتشمع كده من فوق، هتحمري بطاطس، هتعملي شويه سلطه، اللي هي التاتشات الاخيره اللي انت بتعمليها قبل المغرب. دي الساعه اللي قبل المغرب هتكون تمرين، هتغيري، هتحضري الاكل بتاعك، هتبتدي تجهزي الفطار بتاعك الساعه اللي قبل المغرب. وبعد كده طبعا بعد ما بتفطري خلاص وفطرتي وقمتي صليتي المغرب وخلصتي الورد بتاع القرآن بتاعك برضك والعبادة بتاعتك اللي بتعمليها من بعد المغرب، بعد كده هو مش هتلاقي عندك وقت انك تعملي اي حاجه غير انك هتلاقي العشاء اذنت، فهتبتدي تصلي العشاء وتصلي التراويح وتخلصي العباده بتاعتك بعد صلاه العشاء برضك، سواء في قران او اي حاجه هتخلصيها، اللي هو الجزء العباده بتاعك اللي بعد صلاه العشاء هتنجزيه وتخلصيه. وهنا بقى بيبدا يومك الحقيقي، زي ما قلت لك كده ان يومك بيبدا من بعد الفطار مش من قبل الفطار. هنا الروتين الليلي اللي انت بتعمليه هو اهم حاجه في الوجود، اللي انت بتعمليه بالليل هو ده اللي بيظبط لك الدنيا تاني يوم الصبح. طيب انا هعمل ايه بعد صلاة العشاء؟ بتنزلي الاكل بتاعك من الفريزر لو هو متجمد، لو انت عامله وجبات او حاجه فبتبتدي تنزليه عشان تفك لتاني يوم الصبح. دي اول خطوه. الخطوه التانية لو انت كنت حاطه دوره غسيل تتغسل وما نشرتيهاش قبل الفطار، فهتبتدي تنشريها بعد الفطار. تالت حاجه واهم حاجه المطبخ طبعا بيتوسخ بعد الفطار وبعد الاكل، فلازم تشطبيه خالص وتخليه زي الفل، ما يبقاش فيه اي حاجه. لو الحمام ما كنتيش صبنتيه قبل الفطار فهتصبنيه تاني بعد الفطار. المهم ان انتي هتلمي البيت كله وتعطريه وتبخريه وتخلي البيت تاني زي الفل، وترجعي كل حاجه تاني مكانها مطرح ما كنتوا بتاكلوا، على السفره، في اوضه الليفينج، ايا يكن، كل حاجه ترجعها مكانها وكل حاجه تبقى زي الفل تاني. ده من بعد صلاه العشاء، يعني قدامي كده في حدود ساعه تكوني انجزتي كل المهام بتاعتك دي. طيب الروتين المسائي لولادك بتعمليه بعد ما بتخلصي البيت وتظبطي الدنيا كلها، بتبتدي ان انت بيلموا اللعب بتاعتهم لو قاعدين بيلعبوا. طبعا وانت بتعملي الروتين المسائي انت ممكن تفتحي لهم تلفزيون يتفرجوا على حاجه، يقعدوا يلعبوا شويه عقبال ما انت ما تخلصي، لان اوريدي هم خلصوا المذاكره بتاعتهم قبل الفطار. فعقبال ما بتعملي انت الروتين المسائي بتاعك بالليل بتخليهم هم قاعدين مثلا بيلعبوا، بيعملوا انشطه، بيتفرجوا على اي حاجه، وبعد كده بيغسلوا اسنانهم بقى وبيلموا لعبهم وبتقول لهم قصه والاذكار بتاعتهم وبيناموا. وبعد كده بتاخدي الشاور بقى بتاعك بعد ما ولادك بيناموا وبيتك رايق والدنيا تمام. طبعا لو جوزك بيجي على الفطار فاوريدي ان هو هيفطر وهيدخل ينام ساعتين. لو هو بيجي بالليل ما بيفطرش مثلا او ظروف شغله ان هو بيجي بالليل، فهيكون ده الميعاد اللي جوزك بيجي فيه، فلازم طبعا تاخدي شاور محترم وتلبسي بقى هدوم تكون مناسبه. طبعا انت قبل الفطار بتاخدي شاور وبتلبسي مثلا ترنج او جلابيه تكون كويسه ونظيفه ويكون ريحتك كويسه، ولكن هنا بقى الوقت ده بيكون خاص بيكي وبجوزك، وقت ترفيهي، تتفرجوا على حاجه، تقعدوا مع بعض، يكون وقت خاص بينكم انتوا الاتنين. لان بيكون اغلب المشاكل ان الزوج مش بيكون شايف مراته مهتمه بيه او بالوقت الخاص بيهم في رمضان. فمهم جدا انك انت من الساعه 10 بالليل للساعه 12 ده يكون خاص الوقت ده بيكي وبجوزك طبعا. بعد كده هتنامي من بعد الساعه 12 مثلا، وهتصحي قبل الفجر بساعه. لو انت ما اتمرنتيش قبل المغرب فهتتمرني قبل السحور وتحضري السحور بتاعك ليكي ولجوزك. وبعد كده طبعا بتشطبي المطبخ تاني بعد ما بتسحري وبتصلي الفجر، بتشربي الشاي بتاعك وبتشربي ميتك وصليتي الفجر خلاص، بتشطبي تاني المطبخ بتاعك عشان يبقى مطبخك رايق، عشان لما تصحي تاني يوم الصبح ما تلاقيش الدنيا مكركبه عندك. طيب بعد صلاه الفجر هتعملي ايه؟ عندك حل من اتنين، يا اما تنامي لو انت طبعا حاسه انك تعبانه عايزه تنامي. لو بتشتغلي فهتصحي على ميعاد شغلك، يعني هتنامي لك ساعه ساعتين وتصحي على ميعاد شغلك تنزلي. لو انت ربة منزل مش بتشتغلي فهتصحي مثلا على الساعه 10 ولا حاجه، تنجزي المهام الشخصيه بتاعتك، سواء تعلم، سواء شغل من البيت، بتشتغلي من البيت، سواء قراءه، حفظ قران، المهام اللي انت بتطوري بيها نفسك، الحاجات الخاصه بيكي، فدي انت بتعمليها. طبعا لو ولادك بينزلوا حضانه او مدرسه فاللي انا انصحك بيه، وطبعا ده نصيحه يعني لله، انك انت ما تناميش. انتي كده كده قبل ما الفجر يأذن وتصلي الفجر هتلاقي ان الساعة دخلت في 6 6:30، فانتي اوريدي لو ولادك بيروحوا مدرسة فهيبقوا بيصحوا في التوقيت ده. فاللي انا انصحك بيه ان انتي التوقيت ده تحضري حاجة ولادك وتنزليهم، وممكن في الوقت ده تطلعي الطبخة بتاعتك
يعني استغلي الفترة اللي بعد الفجر دي، بيكون الدنيا هادية، بيكون الوقت فيه بركة فعلا. فانت ممكن تشتغلي على نفسك، تطوري نفسك، تشتغلي، تحفظي قرآن، تخلصي المهام بتاعة البيت بتاعتك. لو انت بتشتغلي تطلعي الاكل، لو كان فك من بالليل تسويه. فاستغلي الوقت ده انك انت تستفيدي بيه في المهام دي. لو ولادك بينزلوا حضانة وانت مش بتشتغلي، هتخشي تنامي وتصحي على الظهر تكملي بقية مهامك. لو انت عندك شغل فاوريدي هتنزلي ولادك الحضانة او المدرسة وهتنزلي شغلك، ولما ترجعي من شغلك اوريدي انت كده كده خلصتي اللي وراكي، فهتبتدي ان انت ممكن تنامي لك ساعة او ساعتين في الظهر. تمام. لو انت كيفي امورك على حسب ظروفك. انا بديكي افكار، شوفي انت ايه المناسب ليكي، ايه اللي هيريحك اكتر. انك انت حابه تنامي بعد الفجر شويه وتصحي هتبقي فايقه اكتر، لا انت حابه مثلا انك انت لقيتي نفسك فايقه عايزه تقعدي تنجزي مهامك اكتر، فانت اللي تستمي امورك. انا بس بديكي شويه افكار وانتي بتنظمي وقتك على حسب ظروفك وعلى حسب المناسب ليكي. يا رب بقى اكون قدرت اساعدكم، قدرت افيدكم باي حاجه ولو صغيره. وطبعا ما تنسيش ادومه وان قل. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك عشان بيشجعني جدا، وتعملي لي كومنت حلو، وتكتبي لي تحت في التعليقات ايه اكتر نصيحه عجبتك وهتنفذيها ان شاء الله في رمضان. ولو في اي حد عنده اي نصيحه يقدر يفيد بيها اي حد، يا ريت يكتب لنا تحت في التعليقات. كلنا بنستفيد من بعض وكلنا بنشارك بعض. وبس كده، يلا باي.